وخلاص كده الشات جي بي تي اشتغل معانا، اقدر اساله اي سؤال انا عايزه. في اقل من دقيقه هقول لك ازاي تشغل الشات جي بي تي ومن غير ما تدفع اي فلوس. يلا نشوف. اول خطوه هنعملها هنفتح جوجل وننزل الفي بي ان، فهنكتب هنا في السيرش براوزنج في بي ان. بعد كده هنخش على تاني موقع اللي مكتوب عليه كروم دوت جوجل. ده شكل الاكستنشن اللي هيشغل لنا الفي بي ان، فهندوس على اد تو كروم. بعد كده هندوس على اد اكستنشن. خلاص كده الاكستنشن بتاع الفي بي ان حمل، فهندوس على العلامه اللي فوق دي عشان نشغل الاكستنشن. بعد كده هندوس على براوزنج في بي ان. بعد كده هندوس على ستارت في بي ان. بعد كده اقدر اختار البلد اللي انا عايزها اللي يشغل منها الفي بي ان، فهنختار هولندا. بعد كده هنكتب في السيرش شات جي بي تي. بعد كده هنخش على اول موقع. بعد كده هندوس فوق هنا على تراي. بعد كده هندوس على ساين اب. بعد كده هنكتب هنا الايميل بتاعنا. بعد كده هندوس على كونتينيو. بعد كده هنكتب هنا اي باسورد احنا عايزينه. بعد كده هندوس كونتينيو. بعد كده بيقول لي اروح على الجيميل عشان اعمل فيريفاي للاكونت، فهدوس على اوبن جيميل. واهم حاجه لما تيجي تعمل فيريفاي لازم الايميل يبقى مفتوح من الفي بي ان، ما ينفعش تفتح الايميل من الموبايل عشان الموبايل مش معمول عليه الفي بي ان، لازم يكون من الجهاز اللي مفتوح عليه الفي بي ان. ولما دخلت على الجيميل دي الرساله اللي بعتوها هي هدوس على فيريفاي ايميل ادرس. بعد كده بيقول لي اكتب هنا اسمي، فهكتب اسمي. بعد ما كتبت اسمي هدوس على كونتينيو. بعد كده عشان انا عامل الفي بي ان على هولندا فجاب لي هنا رقم هولندي، فلازم ادور على رقم هولندي يتبعت لي عليه كود واحط الكود هنا. هخش على موقع اسمه كويكر. بعد كده هكتب ان انا عايز رقم هولندي، هكتب نيذرلاندز، فجاب لي كل دي ارقام من هولندا. اقدر اختار الرقم اللي انا عايزه. انا مثلا هختار الرقم ده، فهدوس على سيلكت. بعد كده هدوس في العلامه دي عشان اعمل كوبي. خلاص عمل كوبي اهو. بعد كده هرجع للشات جي بي تي تاني. بعد كده هعمل بيست للرقم اللي لسه جايبينه. لما اعمل بيست للرقم هدوس على سند كود. خلاص كده الكود اتبعت اهو، فهخش على الموقع عشان اشوف الكود. الكود اتبعت هنا اهو اوبن اي اي، فهاخد الكود ده اعمل له كوبي. بعد كده هاجي هنا في الشات جي بي تي وهعمل بيست للكود. بعد ما عملت بيست الموقع بيحمل. وخلاص كده الشات جي بي تي اشتغل معانا، اقدر اساله اي سؤال انا عايزه. مثلا انا عايز اساله سؤال، اقول له يكتب لي ارتكل عن البينيفيتس اوف ووتر، عن فوائد الميه، فهكتب هنا المقال اللي انا عايزه. خلاص كتبت السؤال اللي انا عايزه اهو، فهدوس على انتر. ودلوقتي بيجاوب لي على السؤال اللي انا كتبته، واقدر اساله اي سؤال انا عايزه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو والشير. ولو تعرف حد عايز يشغل الشات جي بي تي وما كانش عارف يشغله ازاي ما تنساش تبعت له الفيديو ده.